اصحى يا نايم، وحد الدايم، الحاضر يعلم الغايب، الشيف يوسف ومقلي التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي الاطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني، يلا تفضل. صحينا، تفضل. شيف يوسف يلا. انا مسحرات. احلى مسحرات. تحدي اليوم انا والمقلايه رح نعمل الباستا. طبعا الباستا واحده من الاشياء اللي ممكن نعملها تكون سريعه شويه. الوقت اللي حياخد عشان نطبخ الباستا هو اطول شيء، لانه باستا بنيه بتاخد وقت اطول من الباستا البيضاء لانه فيها الياف اكثر، فتاخد تقريبا 30 دقيقه. بس ما نطبخها لين ما تكون استوت 100%. 3/4 الطبخه، بعدين نصفيها ونحط عليها شويه زيت زيتون. في ناس دائما بيحطوا زيت الزيتون في المويه لما يطبخوا الباستا، هذا شيء غلط، لانه الزيت بينفصل على المويه وما بنستفيد. كل اللي بنسويه بنضيع الزيت وبنخسر فلوس يعني. فالزيت نحطه بعد ما نصفي الباستا 3/4 الطبخه، ونبغى تكون في عضه شويه لانه حنطبخها كمان. حاعمل باستا، هذا واحده من احلى الوصفات عندي صراحه، الباستا مع الدجاج وصنوبر بدل الكريمه، لانه الكريمه دسمه. حستخدم لبن زبادي قليل الدسم، وححط عليها شويه بقدونس وثوم. حنبدا. بتحب الباستا؟ انا بحب المعكرونه كثير، بس فيني اسال سؤال؟ اسألني. ليش دائما انه بس نقول اكله سريعه دغري معكرونه؟ لانه ما بتاخذ وقت يعني. وكمان يعني ممكن نحط معاها سمك، ممكن نحط معاها دجاج، ممكن نحط معاها اي شيء، اي نكهه انت تحبها. وقبل ما اخلص من الباستا بس بقول كمان انه غير انه المقلايه ما تلصق، في شيء ثاني، انه العلامه الحمراء اللي في النص بس تصير حمراء كده نعرف انه صارت درجه حراره، انه نقدر نحط عليها زيت ولا نقدر نحط عليها الدجاج او المكونات. فهذا شيء يعني في المقلايه الثانيه ممكن ما تلاقيه، انه تعرف انه المقلايه سخنه ممكن تحط يدك وتتحرق. هنا عندنا النقطه الحمراء الترموستات يقول لك انه خلاص حميت المقلايه وجاهزه انه نطبخ. طبعا زي ما قلت انا حضيف دجاج، ممكن تضيفوا الجمبري اذا حبيته. صدر دجاج مقطع عصال. شيف، ليش دائما بس الواحد يقول معكرونه او باستا دغري بيتذكر ايطاليا؟ لانه هي اصلا هم هذا شيء غلط كمان، لانه اصلا الباستا ولا المعكرونه جايه من اليونان مو من ايطاليا. الايطاليين لما راحوا على اليونان اخذوا الباستا منهم وخلتها عملوها حقتهم وعملوها باشكال مختلفه يعني. فايطاليا صارت خلاص انه باستا صارت ايطاليا، ورز صار السعوديه. عندنا احنا الرز كثير في السعوديه، فالناس دائما بيقولوا انتم بتاكلوا الرز كثير. نفس الشيء في ايطاليا، هم بياكلوا الباستا يعني، ممكن غدا وعشاء حقهم بياكلوا باستا يعني. حنضيف شويه ملح. بتحب ما الفوتبول؟ تلصق. ها؟ بتحب الفوتبول؟ انا بحب فوتبول، بلعب فوتبول مره في بس تقول الاسبوع. ايطاليا فوتبول. اكيد فوتبول وباستا. مين بتحب اكثر، ريال مدريد يا برشلونه؟ مانشستر. انا بحب بايرن ميونخ. انت كمان؟ طب ليه تسالني ريال مدريد ولا برشلونه؟ اضيف شويه توم. بتعرف تحكي ايطالياني؟ نو. بونجورنو. بونجورنو. باولو روسي، هذول لعيبه فوتبول. لعيبه فوتبول بس. ايه زي ما قلت الباستا نسلقها قبل بوقت، والدجاج حياخذ لانه الدجاج ني وقطعناه شرايح ما ياخذ وقت طويل، تقريبا 5 دقائق 6 دقائق قبل ما يستوي، لانه ما نبغى ينشف، لانه لو طبخناه كثير و100% وحطينا الباستا راح يستوي وحيصير ينشف. ف3/4 الطبخه نحط عليه الباستا ونحط باقي المكونات. انت شو تفضل مع الباستا؟ شو تحب؟ سمك ولا البفتيك؟ شو؟ البفتيك. البفتيك؟ اللحم. نعملها. اوكي. ونتاكد انه الدجاج يعني الدجاج خطر، نتاكد انه قبل ما ناكله لاهلنا ولا اولادنا انه يكون مستوي، لانه خطر الدجاج يتاكل ني، ممكن نروح على المستشفى على طول يعني. مو زي اللحم او السمك ممكن ناكله ني. بس بايطاليا بيتفننوا كثير بالباستا. ايه كثير. بيلعبوا فوتبول. زي الفوتبول بتفننوا. ها؟ انت مع اي فريق بالعالم؟ انا مع السعوديه اكيد. صرنا اثنين. نص سعودي نص ايرلندي.
على حسب مين بيفوز. ضفنا المكرونه، اضيف عليها لبن زبادي. زي ما قلنا ممكن نستخدم الكريمه بس افضل انه نستخدم لبن زبادي. اذا كنت بالبيت شي مره وما في عندك شيء تطبخه، شو بتطبخ؟ شيء على السريع هيك. باكل تفاحه. باكل تفاحه. لا شيء تطبخه. ها؟ شيء تطبخه. الباستا يعني اسرع شيء، واذا كان في مثلا اشياء باقيه في الثلاجه نقدر نحطها على بعض، نكبها على بعض وتطلع طبخه. يعني نجرب اشياء جديده، الواحد يحاول يجرب اشياء جديده في البيت، ما نخاف انه نجرب. يعني اذا ما زبطت اول مره حتزبط ثاني مره او ثالث مره، بس راح تزبط. حضيف شويه زبده، ما نكتر من الزبده، تقريبا ملعقه واحده. شو بتعمل الزبده؟ بتدي نكهه وبتتقلها شويه كمان، لانه حطينا لبن ما حطينا كريمه، فبتشدها شويه مع بعض. لازم ننتبه نحط الزبده بالمقليه مش على الارض اللي عم بتضحي. اضيف شويه فلفل اسود. انا فلفل اسود وملح في كل طبخه، كل ضروري. وشو الفرق بالتسميه؟ معكرونه باستا، شو جاب لجاب؟ لما انت تعرف قول لي. هيك اسماء الاكل فيها اسماء غريبه شويه، يعني بتجي ما بعرف بتعرف من فين بتجي، بس اكيد ليها حكايه. ولو جبت الحكايه حقت المعكرونه قول لي. مثلا مثل الكبه، وين جات الكبه؟ انه بتحس انه شي جاره وجارتها تخانقوا مع بعضهم، ما عرفت شو بدها تكب عليها، كبت اللحمه عليها، كبت عليها سميتها كبه. حضيف شويه، بحب اضيف الطماطم المجففه، بتدي نكهه للصحن. بس ينتبهوا هن عم بيقصوا ما يقصوا اصابعهم. ايه بحط يدك هيك ما بتقص اصابعها. اها هاي علوميه. ايه يلا تعلم. البقدونس والكزبره اي اعشاب عطريه نحطها في الاخير، لو حطيناها في البدايه حتصير مره لو انطبخت وصارت سوداء، فنحطها في الاخير في اخر الطبخه، ما نحطها في البدايه. يعني بعد اول ما اطفي النار ححطها اخلطها واحطها على الصحن. وكمان عندي هنا صنوبر محمص. عادة احنا ستي وستك اكيد بيحمصوا صنوبر في زيت، ما في داعي نحمصها في الفرن، بتطلع بنفس النكهه وما تكون فيها الزيوت الزياده يعني. مع انه زيت الزيتون طيب. لا زيت الزيتون بنستخدمه اكيد. وعادة المكرونة في ناس دائما بيشوفوا انه تلصق في المقلاية، تكون مكرونة ملصقة زي ما انتم شايفين هنا. اوكي. فعادة هي تلصق، بس زي ما انت يعني زي ما انت شايف اقدر امسحها كانها نظيفة. تفال. فتحدوني يلا. تفال ما بتلزق. وقديش بتاخذ وقت؟ 30 دقيقة عشان نسلق المكرونة، نصفيها. زي ما شفت الدجاج انطبخ تقريبا دقيقتين 3 دقائق. حطينا المكرونة، حطينا باقي المكونات، ودحين بس نبغاها تتقلقل ولا تتحمر مع بعض. ممكن نضيف جبنة اذا حبيتوا، موتزاريلا او بارميزان تشيز او اي جبنة انتم تحبوها. يعني دحين نضيفها وبرضه حتمسك الصوص مع بعض. اذا ما حبيتوا بتسووا دايت يعني ولا شيء، بحسها دسمه. اذا ضفنا الزبده حتكون دسمه، لانه فيها اذا حطيتوا كريمه وزبده وجبنه حتكون دسمه. عشان كذا استخدمنا لبن زبادي قليل الدسم. ممكن تضيفوا شويه زبده يعني عادي، وروحوا سووا رياضه. اوكي حنطفي الحراره زي ما قلت. اول ما نطفي الحراره نضيف عليها الكزبره. اكيد جيعان صح؟ اكيد اكيد اكيد. شيء بشهي على الاخر. هاي عشان تاخذها البيت معك. واخر شيء زي ما قلت نضيف شويه صنوبر. اضيف للزينه نضيف شويه كزبره.
او بقدونس، اللي تحبوه كزبره بقدونس ما بتفرق. انا بحب البقدونس. بنحط له بقدونس، انت اللي بتحبه احنا بنحط. شفتوا تحدي اليوم؟ شفت تحدي اليوم؟ انا والمقلايه دائما بنتحدى، انتوا بتتحدونا وانت بتتحداني كمان. عملنا باستا بطريقه سهله وسريعه وما لصقت زي ما انتم شايفين، المقلايه كانها نظيفه ما تلصق. اتحدونا، هذه الباستا جربوها راح تعجبكم واعملوها بسرعه، وانا باك انت كمان تطبخ لنا هي ونشوف كيف طعمها. شوفونا في حلقه الرجل ومقلاة تيفال، تحدي جديد. شباب يا أهالي المدينة الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا إياها الشيف يوسف ومقلاية تفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا أهالي المدينة الكرام،